الحقيقه عايزه اتعرف اكتر على كورال أنافورة القبطي. كورال جميل خالص، كلهم زي الفل. كلهم يقدروا يبقوا قادة يشرفوا الكنيسة ويشرفوا مصر كلها. كلهم ناس على مستوى روحي ممتاز وعلى مستوى خلقي أروع وأروع، وكلهم على بعض حتة سكرة يعني. ده بالنسبة للكورال. أما البداية بتاعت الكورال هي بدأت في سنة 2021. هو كورال حر، كل أفراده من مناطق مختلفة من مصر. بنتجمع على هوية قبطية أرثوذكسية، وإحنا عارفين كويس يعني إيه تراث قبطي أرثوذكسي وزخم هذا التراث الرهيب العميق جدا. إحنا عندنا تراث زي كنوز الأهرامات كده، يعني حاجة جميلة. بدأنا في 2021 وبعد كده ده انتوا بدأتوا قريب يعني، مش فرقة قديمة، ده فرقة جديدة لسه. وبنعمة ربنا هذا الكورال يعني ربنا كان مد ايده معاه جدا، لان احنا حاسين بده. سافرتوا يعني بره؟ كورال سافر بره؟ اتلاقينا دعوة من مهرجان الموسيقى في بولندا، مهرجان موسيقى الكنائس الأرثوذكسية، وبالفعل سافرنا. وكان قبل السفر ده، علشان يعني اقول الاحداث اللي كانت في البدايه قبل السفر، كنا شاركنا في فعاليات ختام مجلس كنائس الشرق الاوسط في 2022. كان برئاسه قداسه البابا المعظم الانبا تودروس الثاني، وكان في مقر دير الانبا بشوي، وكانت رائعه جدا، وكنا طبعا يعني مبسوطين خالص في هذا الحدث. بعد كده سافرنا في سبتمبر 2022 لبولندا لما تمت دعوتنا من هذا المهرجان، وبفضل ربنا وشكرنا ليه الجميل خدنا المركز الثالث في تصنيف كورالات الإبرشيات. وده مركز المركز الثالث على مستوى العالم. هي كانت المهرجان ده متقسم فئات. احنا كنا في فئة البارش، اماتور بارش، وخدنا المركز الثالث في وسط فرق يعني قوية جدا من كل الدنيا. بس ده طبعا اداكوا دفعة كبيرة جدا جدا جدا. احنا حتى كنا في منتهى الفرحة لما سمعنا كورال أنافورة القبطي باللغة البولندية ايجيبت. ايجيبت دي انا يعني حضرتك مش بصي مهما اوصف لك احنا كنا فرحانين جدا. ويمكن الناس فاكره من الكورال اللي سافروا معانا، الناس فاكره. انا شايفاهم كلهم مبسوطين قوي اول ما اتكلمنا على طبعا حاجه تشرف وسط اوكران وروس وسلوفاك ورومان. الموسيقى القبطيه حتى هم قالوا الموسيقى القبطيه اكيد احنا هنتكلم طبعا بالتفاصيل على اكيد ليها واقع خاص طبعا عند الجمهور، حتى الجمهور الغربي. هم كانوا منسجمين وروحيا كأنهم في السماء.